السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخبار سارة بخصوص الحج لهذه السنة من المغرب لسنة 2023 1444 هجرية. قبل البدء رجاء لا تنسون من لايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، وجزاكم الله ألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم بالرباط عن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444 هجرية الموافق ل 2023 ميلادية، حيث رجعت مجددا إثر رفع القيود إلى 34 ألف حاج وحاجة. وقد كانت القيود متعلقة بالجائحة، من ضمنها شرط السن الذي كانت قد حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة. وقد تم إلغاء شرط المحرم للنساء اللائي تقل أعمارهن عن 45 سنة، وعدم قبول تسجيل من تقل أعمارهم عن 18 سنة. وقد أضاف الوزير إلى احتمال توسيع مبادرة طريق مكة لتشمل مدينتي الرباط وفاس، موضحا أن هذه المبادرة تريح الحجاج وتتيح لهم القيام بكافة الإجراءات بالمغرب دون الحاجة إلى تكلف عبء الانتظار أثناء الوصول. وقد دعا الحجاج الذين سيستفيدون من هذه المبادرة إلى الالتزام التام بالشروط الصحية عند الفحص الطبي. وأوضح التوفيق في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الملكية للحج أن لوائح المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا الموسم سيتم تحديدها من المحتفظ لهم بالحق في الحج من الموسم الماضي، مع اللجوء إلى لوائح الانتظار الناتجة عن قرعة 2019 لاستكمال الحصة، مشيرا إلى أنه سيتم إتمام اللوائح وتدبير التوقعات المتعلقة بالتخلي عن المقاعد بالتنسيق مع السلطات المحلية. وقال التوفيق أنه سيتم الإعلان عن إجمالي مصاريف الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه 15 فبراير 2023 بعد التأكد من تكاليف بعض العناصر المتبقية. هذا وقد اطلعت اللجنة الملكية للحج على معظم مصاريف الحج لهذه السنة. وقد أكد الوزير إلى أن الرحلة الأولى للموسم الحالي ستنطلق في أوائل شهر يونيو 2023، فيما تم تحديد مدة الإقامة للحجاج ما بين 28 و 30 يوما. وبالنسبة لقرعة 1445 قال السيد توفيق
إن فترة التسجيل ستمتد ما بين 20 و 30 مارس باعتماد التسجيل الإلكتروني. شكرا لكم على حسن المتابعة. شكرا لكم على الاشتراك في القناة وتدعيمنا بلايك، وجزاكم الله ألف خير.